تلاحظ ايضا ان الفريق الشبابي من اقل الفرق اللي سجل فيها هدف بركلات راسيه. عبد العزيز الدوسري هذه المره الى داخل المرمى، جول اول للفريق الهلالي، وهدف يعيد عبد العزيز الدوسري مرة أخرى الفريق الهلالي للتقدم، وسط فرحة أيضا من الإداريين في الفريق الهلالي، ووسط محاولة أيضا لعبد العزيز الدوسري اللي شاهدناه في شوط المباراة الأول في كرة أو كرتين فقط. تعود الكرة إلى أحمد الكعبي، مرور أحمد الكعبي بشكل ممتاز ومهارة فردية عالية، ولكن الكرة العرضية بقراءة ممتازة من عائدة. يمتلك الكرة الفريق الشبابي، أحمد عطيف المميز جدا يلعب كرة إلى مارسيلو كاماتشو الغير متسلل، خطورة للشباب الآن وفرصة هدف للشباب، وأمادو فلافيو، أمادو فلافيو الهداف والصناعة من مارسيلو كاماتشو. على التنفيذ يلعب الكرة مارسيلو عالية والراسية ممتازة كانت من فيصل السلطان هذه المرة. الآن لصالح الفريق الهلالي من الجانب الأيمن يتقدم محمد نامي بانتظار الكرة العالية داخل منطقة الجزاء والتسديدة الراسية والهدف الثاني. يظهر محمد العنبر أخيرا براسية ممتازة وكرة عرضية من محمد نامي، شاهدناها في شوط المباراة الأول أكثر من مرة، حاول فيها محمد نامي أكثر بالمساحة، يمرر إلى محمد الشلهوب، خطورة الآن للفريق الهلالي وعمر الغامدي بكرة عرضية للعنبر والمحاولة موجودة والعابد على التسديد إلى خارج أرض الملعب، عالية كانت على الفريق على المرمى الشبابي من اللاعب، والتمريرة إلى نواف العابد بدورة إلى محمد نامي المتقدم في الجانب الأيمن بظهور ممتاز وكرة عالية، الكرة تقطع من هادي يحيى، فرصة للتسديد عبد العزيز الدوسري إلى محمد الشلهوب بدورة أيضا وسط ضغط من لاعبين من الفريق الشبابي المتراجع الشبابي، والكرة للشلهوب يلعبها مباشرة للمرمى الشلهوب، وسط قراءة أيضا وردة فعل سريعة. تعود مرة أخرى للسعران، خطورة كاماتشو بتمريرة فلافيو، فرصة هدف وهدف التعادل أبعدها يا شافي الدوسري، ممتاز جدا شافي الدوسري. وهنا اللقطة لأمادو فلافيو اللي حاول فيها أيضا التحضير لزميله فيصل السلطان، كرة ملعوبة، ركلة الزاوية وركلة جزاء محتسبة الآن لصالح الفريق الشبابي، ركلة جزاء من حكم اللقاء عبد الله القحطاني، ركلة والعتيبي حسن على التنفيذ على الحراسة والتنفيذ لعبد العزيز السعران، عبد العزيز السعران على تنفيذ ركلة الجزاء والتصدي الممتاز من حسن العتيبي في اللقطة الماضية، ينجح في الحفاظ على مرماه في ركلة الجزاء اللي احتسبت لعبد العزيز السعران، والكرة أيضا والتصدي لحسن العتيبي في فرج شافي، يعيدها سلمان إلى شافي الدوسري في محاولة المرور من أحمد الكعبي، وكرة عرضية عالية مرت من نواف العابد، سريع الآن للفريق الهلالي عند الشلهوب، الشلهوب وسط أيضا تواجد ثلاثة لاعبين وفرصة هدف ثالث لكريستيان ويلهامسون، ولكن ضاعت أيضا على كريستيان ويلهامسون. لاحظ الكرة العرضية من الشلهوب لكريستيان ويلهامسون مباشرة للمرمى، ووليد عبد الله ينجح في التواجد في توقيت مناسب. كرات بعد نزوله محمد الشلهوب على التنفيذ لركلة الزاوية يلعبها للقائم البعيد، فرصة لنواف العابد في التحضير والتسديد، والكرة تعود مرة أخرى للفريق الهلالي وأبعدها الدفاع صالح الفريق الهلالي. محمد الشلهوب يلعب الكرة عالية والرأسية والكرة ضاعت، كانت جميلة جدا من نواف العابد.